هابي فالنتاينز داي ده؟ الناس بتصحى فيه الصبح يبعثوا لبعض SMS كلها استغفر الله العظيم. هو مش حب بالانجليزي يعني لاف، يعني المفروض عيد الحب يبقى اسمه هابي لاف داي. يطلع ايه فالنتاينز داي ده؟ هو ده فالنتاين، كان قديس عايش في عصر الامبراطوريه الرومانيه، وكان حاكم الامبراطوريه وقتها الامبراطور كلوديوس. في الوقت ده كان بيواجه الامبراطوريه تحديات كبيره جدا، من بينها هجمات متتاليه من قبائل القوط على الامبراطوريه. قبائل القوط دي كانت قبائل عايشه في وسط القاره الاوروبيه، ومن بين التحديات كمان انتشار مرض الطاعون بين الناس، وده كان بيقضي على حياه آلاف المواطنين كل يوم، طبعا من بينهم الجنود. الامبراطور كان عايز ان هو يحمي الامبراطوريه باي شكل ممكن. كان عنده اعتقاد ان الجنود العزاب اقوى واشجع من الجنود المتجوزين، لانهم ما عندهمش عيله ولا زوجه ولا اولاد يخافوا عليهم. فقرر الامبراطور ساعتها ان هو يمنع الجواز بين الجنود. في نفس الوقت ده كان الامبراطور كلوديوس بيعبد الالهه الرومانيه، وبيضطهد المسيحيين وبيجبرهم على عباده الالهه دي يا اما يقتلهم. طبعا كل الظروف دي ما كانتش عاجبه القديس فالنتاين. قرر ان هو يتمرد على قرارات الامبراطور، وكان بيجوز الجنود في السر في الكنيسه عنده لحد ما اتكشف امره، فالامبراطور حبسه. وهو في السجن وقع في حب بنت السجان بتاعه، لكنها كانت بنت كفيفه، فدعا ربنا ان هي تخف ويرجع لها بصرها تاني. وفعلا المعجزه دي حصلت، فابوها السجان وعيلته كلها دخلوا في المسيحيه. وطبعا الكلام ده ما عجبش الامبراطور، فامر باعدام فالنتاين يوم 14 فبراير. بس فالنتاين قبل ما يموت كتب رساله لحبيبته بيودعها فيها، وختمها بجمله حبيبك فالنتاين. بعد الواقعه دي ب 200 سنه تقريبا تحول يوم 14 فبراير ليوم عيد الحب. بقى القديس فالنتاين هو الراعي الرسمي للعشاق على مستوى العالم.